السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل معاكم حاجة كده انتوا هتعرفوها اول ما تشوفوها. هنا معانا نص كوباية حمص منقوع من الليل، معانا نص كوباية عدس منقوع يعني مغسول ومنقوع يعني ادوب ربع ساعة كده. هنسلق العدس وهنسلق الحمص مع بعض، بس كل واحد في حلة لوحده طبعا. هنا زي ما انتوا شايفين كده، هنا معانا بصل مقطع جوانح شرايح كده، من بدون اضافات لا نشا ولا اي حاجه، هيطلع معاكي مقرمش وزي الفل. هو الملح بس اللي هنحطه، هيطلع معاكي مقرمش وجميل جدا جدا جدا. هنا طبعا بعد ما سلقنا العدس، مش بطاولة عدس بطيابه على فكرة، العدس اللي هو البني ده هنحطه بعدين في حلة او في طاسة بدون اي اضافات، وننشفه من يعني زي ان انت كأنك بتنشفيه من المية كده، يعني دقيقتين 3 كده وبتطفي عليها النار، بيبقى زي العسل زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى في الزيت بتاع اللي عملنا فيه البصل، حمرنا في البصل، هنحط الشعرية لغاية لما نحمرها زي ما انتوا شايفين كده، على ما نوصل للون المطلوب. زي ما انتوا شايفين وصلنا كده، هنحط كوباية الرز، هنقلب طبعا الرز هنا لغاية لما يعني يشرب المية بتاعته، ان هو بتاعت الغسيل. طبعا انت لازم بتنشفيه قبل ما تحطيه، بس هنديله تشويحتين 3 كده في الزيت. زي ما انتوا شايفين وصلنا للون ده. انا بحب لما الرزات تبقى لونها ابيض كده، مش احمر ابيض. هنزل بالمكرونه، نص كوبايه مكرونه طبعا، اي نوع مكرونه عندك يعني عادي. دي طريقتي انا في الكشري الصراحه، بحبه بالطريقه دي. يلا وقولوا لي ايه رايكم بعدين في الكومنتات. هنا حطينا المكرونه السباجيتي، طبعا بتقطعيه وتحطيها على الوش. كشري الحله الواحده ده بس بطريقتي انا بحبه بالطريقه دي الصراحه. بعدين بنضيف الميه ونظبط ملحنا وتوابلنا ونغطي عليه، نغطي عليه لغايه لما يستوي. هنا بقى في شويه من الزيت اللي عملنا فيها البصل هنحط توم، معلقه توم زي ما انتوا شايفين. هنحط شويه ملح، طبعا هنحط الكزبره الناشفه وكمون وكده. هنا معلقه خل، طفينا التوم بمعلقه الخل. وبعدين هننزل بالصلصه، ياخد له غلوه كده، وبعدين هننزل بالصلصه. زي ما انتوا شايفين هنسيبها تغلي كده وتتسبك مع نفسيها، هنشوف بعدين هتبقى ازاي. هنا بقى الكشري شايفين ازاي مفلفل